يا أهلا بأبطال إكسلانس أفلام. بتبدأ حكايتنا سنة 1962 وهناك في نص المحيط الهادي بالظبط بنشوف سفينة ضخمة أوي اسمها أنطونيا جازا. السفينة دي كان عليها 600 مسافر رايحين على نيويورك. السفينة كانت عاملة حفلة ومطربة جميلة جدا بتغني، والناس كلها كانت بتتبسط وبتستمتع بالأغاني وعمالة ترقص بمزاج. كل اللي على السفينة كانوا فرحانين خالص، بس يا خسارة ما كانوش عارفين إن بعد كام دقيقة بالظبط هيحصل معاهم حاجة التفكير فيها لوحده يخوف. فجأة بنشوف واحد في أوضة المواتير بيشد دراع فوق. اول ما الدراع ده طلع سلك حاد جدا ومشدود راح معدي ومخترق كل الناس، وفي لحظه اجسام الناس كلها بدات تتقطع نصين. ده كان وضع صعب ومؤلم جدا، والدم مالي الدنيا في كل مكان. في طفله اسمها كيتي نجت، وده عشان كانت قصيره والسلك عدى من فوق دماغها. بعد كده بنتنقل 40 سنه قدام وبنشوف كام واحد على مركب صغيره مكملين الحكايه كانوا بيشدوا سفينه كبيره بمساعده المركب الصغيره بتاعتهم. فجاه السفينه القديمه بدات تغرق. لما شاف القائد المصيبه دي بعت واحده من الفريق اسمها ميرفي على السفينه القديمه عشان ميرفي تفك السلك اللي رابطين بيه السفينه القديمه، لان لو السفينه دي غرقت هتغرق معاها كمان المركب الصغيره بتاعتهم. لما ميرفي وصلت السفينه القديمه عرفت ان في شرخ تحت والميه بتملى السفينه بسرعه والسفينه هتغرق في خلال 5 دقايق بالكتير. ميرفي قالت الكلام ده لقائد الفريق بتاعها. القائد اول ما سمع امر ميرفي انها تفك الواير اللي بيشدوا بيه السفينه وتطلع جري على المركب الصغيره بتاعتهم، لانهم خلاص هيسيبوا السفينه القديمه دي ويمشوا. وفي اللحظه دي 2 تانيين من الفريق وصلوا لميرفي وقالوا لها لازم نطلع ونسيب السفينه، بس عشان السفينه دي قعدوا 3 شهور يدوروا عليها. ميرفي ما كانتش هتقدر تسيبها بالسهوله دي ومش هتسيبها وتمشي. ميرفي نطت في الميه علشان تنقذ السفينه. الاتنين اللي كانوا فوق شافوها وراحوا نطين وراها ومعاهم العده بتاعتهم. ال3 دول قدروا يلحموا الشرخ اللي في السفينه قبل ما تغرق وينقذوا الدنيا، وراحوا بايعين السفينه دي وعملوا فلوس كتير قوي. والقائد بتاعهم وزع الفلوس دي بالتساوي على كل الناس. في واحد اسمه جاك كان عمال يراقبهم من فتره وعمال يسمع كلامهم. عرف ان الناس دي بتدور على السفن اللي بتختفي في البحر وتطلعها وتبيعها علشان تعمل فلوس. جاك ده راح للقائد بتاعهم وقال له على سفينه تانية متخبي فيها كنز خرافي. جاك كان بيتكلم عن السفينه اللي من 40 سنه اللي واحد غريب شد فيها دراع وقتل كل الناس. قائد الفريق كان سمع برضه عن سفينه أنطونيا جازا اللي اختفت من 40 سنه. القائد قال ان ناس كتير حاولت تدور على السفينه دي ومحدش لقاها خالص لحد دلوقتي. جاك ده قال لقائد الفريق انا عارف بالظبط فين مكان السفينه دي في البحر، لو طلعنا السفينه دي وبعناها هنبقى اغنياء في غمضة عين. اول ما سمعوا سيرة الفلوس كل الفريق وافق على المهمة دي على طول. وفي اليوم اللي بعده انطلقوا على طول بالمركب الصغيرة بتاعتهم علشان يدوروا على سفينة أنطونيا جازا. بعد رحلة طويلة قعدت ايام وصلوا لمنطقة مهجورة جدا في البحر. واحد من الفريق لقى اشارة ان في سفينة قريبة منهم. فهموا على طول ان السفينة اللي تايهة بقالها 40 سنة موجودة في المنطقة دي. مشوا شوية صغيرة وظهرت قدامهم سفينة ضخمة قوي. دي نفس السفينة اللي شفناها في اول الحكاية واللي كانت مختفية في البحر بقالها 40 سنة. لما شافوا السفينة دي كلهم فرحوا جدا وحسوا انهم هيبيعوها ويبقوا اغنياء في غمضة عين. قائد الفريق قال الاتنين انهم يستنوا في المركب، وهو دخل السفينة القديمة مع كام واحد من زمايله علشان يستكشفوها. اول ما دخلوا بدأوا يسمعوا اصوات غريبة جدا خلتهم يتخضوا. القائد قال لزمايله انهم يكملوا. فضلوا ماشيين ورا الصوت لحد ما وصلوا لساعة كبيرة وشافوا ان عقرب الساعة لسه بيتحرك. بعد شوية صغيرة العقرب وقف فجأة، وده خلاهم يحسوا ان في حاجة غريبة. دلوقتي بدأوا يكملوا استكشاف السفينة من جوه كانت متدمرة بالكامل وكل حاجة مكسورة والحديد كله صدى. وهم ماشيين واحد من الفريق كان هيقع من الارض اللي اتكسرت، بس ميرفي لحقته بسرعة وهي بتشد زميلها لفوق. شافت بنت صغيرة تحت. دي نفس البنت اللي نجت لوحدها سنة 1962 لما السلك عدى من فوق دماغها. بس الغريب والمحير ان بعد 40 سنة شكلها زي ما هو بالظبط، وده معناه انها روح البنت دي. ميرفي بصت عليها تاني بس البنت اختفت في لحظة، وبعد كده قدروا يشدوا زميلهم لفوق. ميرفي ما كانتش فاهمة اي حاجة. اللي شافته ده كان حقيقة ولا مجرد وهم، بس اللي شافته ده خلاها مرعوبة جدا. السفينة دي ضخمة قوي فبدأوا يستكشفوا فيها اكتر. وهم ماشيين وصلوا للكابينة الرئيسية بتاعة السفينة، وهم بيفتشوا لقوا ساعة رقمية ديجيتال ووتش، وده خلاهم يتلخبطوا خالص لان من 40 سنة فاتوا ما كانش في ساعات رقمية زي دي. ولما شافوا الساعة فهموا ان اكيد كان في ناس هنا قبلهم. بعد كده كلهم رجعوا المركب بتاعتهم، والقائد قرر انهم يربطوا السفينة بالمركب الصغيرة بتاعتهم وياخدوها معاهم تاني يوم. الصبح اكتشفوا ان في خرم كبير قوي في السفينة وده بيخليها تغرق بالبطيء. القائد قال ما ينفعش يشدوا السفينة وهي على الحالة دي لان المية متجمعة جواها بكميات كبيرة. وزن السفينة زاد كتير بسبب المية، عشان كده سحب السفينة القديمة دي بالمركب الصغيرة هتكون حماقة. دلوقتي قرروا انهم يصلحوا الخرم بتاع السفينة الاول ويلحموه وبعدين يسحبوا المية اللي فيها وبعد كده ياخدوها بالمركب الصغيرة. كلام القائد عجب الكل وكل واحد بدأ يعمل اللي عليه. شوية من الفريق بدأوا يصلحوا الخرم بتاع السفينة وشوية تانيين
التانيين راحوا يدوروا على الكنز اللي جواها. ميرفي وهي بتدور على الكنز وصلت عند حمام السباحة، اتفاجئت بالمنظر. حمام السباحة كان فيه علامات رصاص كتير جدا، وهي طالعة من حمام السباحة ظهرت لها البنت دي تاني في وشها. من كتر الخوف ميرفي وقعت تاني في البسين، دماغها خبطت بقوة في أرضية حمام السباحة ودمها سال. بس الغريب ان حمام السباحة امتص كل الدم ده. لما ميرفي رفعت دماغها وبصت البنت ما كانتش موجودة، بس لقت جاك واقف. جاك ساعد ميرفي انها تطلع من حمام السباحة. اول ما طلعت ميرفي قالت لجاك انها شافت بنت هنا دلوقتي، بس ما عرفتش اختفت فين وراحت فين. جاك قال لميرفي ان ده اكيد مجرد خيال او وهم وما فيش اي حاجة هنا خالص. بعد ما هما الاتنين مشيوا حمام السباحة اتملى بالدم بالكامل. في مكان تاني قائد الفريق لقي اوضة القبطان بتاع السفينة القديمة. القائد دخل الاوضة لقاها متدمرة، لما فتش فيها ما لقاش اي حاجة مهمة، بس لما بص على الترابيزة اللي قدامه شاف ازازة خمرة وكوباية مترتبة وكأن حد لسه عامل لنفسه كاس. المنظر ده خلاه يحس ان في حد لسه شارب وخارج دلوقتي. القائد لسه هيمد ايده علشان يمسك الكوباية ويشرب، شاف في المراية قبطان السفينة القديمة نفسه. لما شاف كده اتخض جدا وكوباية الخمرة وقعت من ايده واتكسرت، والقائد جري يهرب من الأوضة وهو مرعوب. السفينة دي كلها احداث غريبة وعجيبة بتحصل مع كل اللي فيها. واحد من الفريق اسمه مارك سمع صوت مطربة بتغني على السفينة، فضل ماشي ورا الصوت ده لحد ما وصل لمنطقة في السفينة لقي فيها المطربة دي نفس المطربة اللي شفناها في بداية الحكاية. في مكان تاني ميرفي وجاك وهم ماشيين فتحوا باب من أوضة الغسيل علشان يخرجوا. المية اللي كانت متجمعة جوه اندفعت عليهم ومعاها جثث كتير من الناس. ميرفي وجاك جريوا بسرعة من الخوف وهم ماشيين باب كابينة اتفتح قدامهم. جاك دخل لقي عربية فخمة جدا وفرح بيها، بس ميرفي حست ان في حاجة مش تمام وعشان كده كانت عايزة تمشي بسرعة. فجأة شافوا حاجة بتتحرك في أوضة تانية. لما قربوا منها وشالوا الحاجات اللي كانت مغطياها عينيهم برقت من المفاجأة لأنهم لقوا صندوق مليان ذهب. ميرفي نادت على زمايلها بسرعة، ولما كلهم وصلوا وشالوا باقي الحاجات لقوا 9 صناديق زي الأول بالظبط، وكل صندوق كان فيه 28 لوح ذهب. كلهم كانوا طايرين من الفرحة لأنهم خلاص بقوا أغنياء بين يوم وليلة. بعد ما لقوا الكنز الضخم ده قرروا إنهم يسيبوا السفينة هنا ويمشوا وياخدوا الذهب بس، وراحوا حاطين الذهب كله على المركب الصغيرة بتاعتهم. ودلوقتي بدأوا يجهزوا علشان يمشوا. قبطان المركب الصغيرة بدأ ينظف الموتور علشان يشغل القارب، وفي اللحظة دي محبس اسطوانة غاز كانت محطوطة في المركب الصغيرة فتح لوحده، وده خلى الغاز ينتشر في الهواء. ميرفي شافت البنت دي تاني وكانت بتجري عليها بسرعة كأنها عايزة تقول لميرفي حاجة مهمة، بس حد مسكها وزقها ووقعها. وأول ما القبطان شغل الموتور الغاز اللي انتشر عمل انفجار ضخم في القارب كله والقبطان مات. دلوقتي هم بقوا محبوسين في نص البحر على سفينة مهجورة. كلهم كانوا قلقانين ومتضايقين جدا عشان المركب اللي كان ممكن يمشوا بيها من هنا اتدمرت بالكامل. واحد من الفريق اسمه مارك كان متضايق جدا لما شاف صورة خطيبته لأن كان فاضل أسبوعين بس على جوازهم، وحس إنه خلاص مش هيعرف ينجو من السفينة دي أبدا. مارك من ضيقه بدأ يشرب خمر قديمة كانت محطوطة هناك. وفي مكان تاني ميرفي كانت محتارة للبنت دي بتظهر لها كذا مرة، عشان كده ميرفي قررت تدور وتعرف مين هي البنت دي. رجعت أسماء المسافرين في سجلات السفينة وعرفت إن البنت اللي بتظهر لها دي اسمها كيتي. وهي بتدور وصلت أوضة كيتي وفتحت الدولاب ولقت الهيكل العظمي بتاع كيتي، وده خلاها تتخض جدا. ميرفي بالعافية سيطرت على خوفها وشالت الميدالية اللي كانت في رقبة الهيكل. الميدالية كانت فيها صورة أهل كيتي الصغيرة اللي كانت واقفة وراها. المنظر ده عمل لميرفي صدمة قوية. كيتي قالت لها ما تقفليش الميدالية لأن بقالي سنين طويلة لأول مرة بشوف ماما وبابا. ميرفي ما كانتش مصدقة إنها بتتكلم مع روح بنت ميتة، بس لما جت تدي الميدالية لكيتي الميدالية عدت من إيديها كأنها هوا. وهنا ميرفي اتأكدت إن البنت دي مش إنسان، دي روح. كيتي قالت لميرفي إن في أرواح كتير قوي محبوسة في السفينة دي، والأرواح دي مش هتتحرر إلا لما يموت الشخص اللي بيحبسهم هنا. ميرفي سألتها مين هو الراجل اللي حبسها وحبس باقي الأرواح هنا. كيتي لسه هتقول الاسم فجأة حشرات غريبة بدأت تطلع من السقف، وده خلى كيتي تخاف جدا وقالت لميرفي لازم تطلعوا تجروا من السفينة دي بسرعة وإلا كلكم هتموتوا. وبعد كده كيتي اختفت. الناحية تانية مارك بعد ما شرب الإزازة كلها بدأ يدوخ. كل الترابيزات والكراسي اللي حواليه بدأت تتهز، وفجأة كل حاجة اتصلحت ورجعت جديدة. والناس اللي ماتت من 40 سنة اللي ماتوا في السفينة دي رجعوا ظهروا قدام مارك وكأنهم عايشين. مارك كان واقف في النص والناس كلها بتسقف له. في الأول مارك حس إن في حاجة غريبة، بس بعد كده قال لنفسه إن ده تأثير الخمرة. فجأة المطربة قربت من مارك وبدأت تتصرف معاه بطريقة حميمة. المطربة سيطرت على مارك بالكامل وخلته يمشي وراها. مارك الغلبان مشي وراها زي اللعمة وما فكرش في أي حاجة. مارك ما كانش عارف إن المطربة دي بتوقعه في فخ. المطربة وقفت على طرف الأرضية وبدأت تنادي عليه. مارك عشان يوصل للمطربة دي وقع من الأرض ومات. بنتنقل لقائد الفريق اللي كان قاعد في أوضة قبطان السفينة القديمة. شاف إزازة خمرة بتتحرك لوحدها. بعد شوية صغيرة روح قبطان السفينة ظهر قدامه. القائد خاف جدا من المنظر
المنظر ده قبطان السفينة صب له خمرة في كوباية علشان يشرب، وكمان اداله صورة لسفينة اسمها لورلاي. القبطان قال ان من سنتين فاتوا في راجل جه وقال لهم على سفينة لورلاي. الراجل ده قال لهم ان سفينة لورلاي فيها كنز كبير قوي متخبي، ولما طلعنا سفينة لورلاي لقينا الكنز ده حقيقي. القبطان ورى قائد الفريق صورة تانية وقال له ان ده الراجل اللي دلهم على سفينة لورلاي. القائد اول ما شاف صورة الراجل ده حس ان روحه بتتصفى، لان الراجل ده طلع هو جاك نفسه، والصورة دي كانت قديمة من 40 سنة. رغم ان 40 سنة عدت بس جاك لسه شكله هو وما بيتغيرش في الصورة. دلوقتي القائد فهم خلاص ان جاك ده مش انسان عادي، ده عفريت او شبح. اول ما فهم الحقيقة دي القائد قرر انه لازم يطلع فريقه من السفينة دي بسرعة. جري بسرعة يدور على زمايله، بس فجأة زميله اللي مات في انفجار المركب بسبب الغاز ظهر قدامه. دي كانت روح الراجل اللي مات في الانفجار، وكانت متقدمة عشان تقتل قائد الفريق وبتحاول تخلص عليه. القائد هرب علشان يدافع عن نفسه، بس في اللحظة دي ميرفي ظهرت قدامه. روح الراجل اللي مات في الانفجار اختفت، بس قائد الفريق كان شايف ميرفي على انها زميله اللي مات في الانفجار واللي كان بيجري وراه من شوية. عشان كده القائد افتكر ميرفي روح وراح هاجم عليها. ميرفي عشان تدافع عن نفسها جرحت رجله، بس ده مش فارق مع قائد الفريق. قام واقف تاني علشان يهاجم ميرفي. قبل ما يلحق يخلص على ميرفي جاك جه من ورا وضرب القائد على دماغه بماسورة حديد لحد ما فقدوا الوعي. جاك هو اللي جابهم كلهم هنا من الاول. القائد هو الوحيد اللي عرف ان جاك ده مش انسان، ده شيطان. وجاك كمان فهم ان القائد كشف كل حاجة عن حقيقته، عشان كده راح حرض باقي الفريق ضد القائد بتاعهم علشان يشيلوا من طريقه، وقال لهم لو القائد ده فاق تاني ممكن يأذي اي حد فينا. الكل وافق على كلام جاك، علشان كده رموا القائد بتاعهم جوه خزان ميه، وما كانش في طريقة تانية يمشوا بيها، فبدأوا يصلحوا السفينة زي ما كانوا مخططين. بس بسرعة لحموا المكان اللي الميه كانت بتدخل منه، وبدأوا يسحبوا الميه اللي جوه السفينة بالبامب. ميرفي لاحظت ان زميلهم مارك مش موجود، فطلعت تدور عليه. فجأة البنت ظهرت لها تاني وورتها ان الراجل اللي بتدوري عليه مات، وده كان مارك اللي مات علشان المطربة وقعته في الفخ. البنت حطت ايديها على كتف ميرفي ورجعتها بالزمن لسنة 1962 ليلة المذبحة علشان تشوف كل حاجة. في الليلة دي كل الناس اللي في السفينة اتقتلت بكل وحشية، وده كان شغل عصابة هدفها تسرق الذهب اللي في السفينة. الناس دول سمموا ناس بالسم في الاكل، وناس تانية قطعوهم نصين بالسلك، وناس تانية ضربوهم بالرصاص. كيتي كمان ما اتسابتش وخدوها اوضتها وشنقوها. اللي عملت الخطة دي كلها علشان تسرق الذهب كانت المطربة، وساعدت ناس علشان تقتل كل اللي على السفينة. الذهب كله بقى معاهم. ضابط السفينة كمان كان متفق مع المطربة. بكلمة واحدة من المطربة الضابط قتل زمايله، بس اول ما الضابط لف وشه المطربة ضربته بالرصاص وقتلته. المطربة افتكرت ان الذهب كله بقى ليها لوحدها علشان كل اللي في السفينة مات، بس هنا ظهر واحد هو العقل المدبر لكل اللعبة دي، والراجل ده شنق المطربة بالسلاسل وقتلها. ميرفي كانت شايفة كل ده بمساعدة كيتي، ولقت العقل المدبر بتاع اللعبة دي كلها. ميرفي اتصدمت لما عرفت ان الراجل ده طلع هو جاك اللي اغراهم بالذهب وجابهم هنا، لان السفينة دي كان فيها خرم وبتغرق بالبطيء، وعشان كده كان محتاج ناس تقدر تنقذ السفينة من الغرق. عشان كده جاك جابهم هنا بذكاء. دلوقتي السفينة اتصلحت بالكامل، وجاك ما بقاش محتاجهم وهيموتهم كلهم. اول ما فهمت كل ده ميرفي افتكرت انهم سابوا القائد بتاعهم في الخزان بسبب كلام جاك. ميرفي جرت بسرعة علشان تنقذ القائد، بس المية كانت ملت الخزان والقائد مات غرقان. ميرفي حاولت تكسر زجاج الخزان علشان تنقذ القائد، بس زجاج الخزان كان قوي جدا وما قدرتش تنقذه مهما حاولت. بعد كده ميرفي راحت لزميلها اللي اسمه دوج. ميرفي قالت لدوج كل الحقيقة عن جاك، وطلبت منه يضرب جاك بالنار اول ما يشوفه، وقالت انها رايحة تدور على واحد تاني من زمايلهم. بعد ما ميرفي مشيت بشوية صغيرة جاك ظهر قدام دوج اللي ميرفي كانت لسه قايله له يضرب جاك بالنار اول ما يشوفه. دوج قال لجاك خليك واقف مكانك وما تتحركش. جاك سمع كده وفهم ان ميرفي قالت لدوج كل حاجة عن حقيقته. جاك حاول يشغل دوج بالكلام علشان يخطف منه المسدس، بس دوج كان واعي وفهم ذكاء جاك وضرب عليه النار فورا. الطلقة جت في جاك ووقع بعيد. دوج قرب من جاك وشاف انه مات، فدوج ساب المكان ومشي. بس احنا بنشوف ان جاك لسه ما ماتش. في مكان تاني ميرفي عرفت ان زميلها اللي كانت بتدور عليه مات في المية. دلوقتي كل زمايل ميرفي ماتوا، ما بقاش غير هي ودوج. عشان كده ميرفي قررت انها تدمر السفينة دي بالكامل. بعدها ميرفي بدأت تركب قنابل في كل حتة في السفينة، وفي اللحظة دي دوج جالها. دوج قال لميرفي انه قتل جاك. ميرفي قالت له جاك مش هيموت لان جاك مش انسان، ده شيطان. عشان كده لازم نفجر السفينة دي كلها عشان جاك ما يجيبش اي حد تاني زينا ويورطهم هنا، وكمان كل الارواح اللي جاك حابسها في السفينة هتتحرر. دوج اتعصب جدا وبدأ يكلم ميرفي ويقول لها ان ما ينفعش نفجر السفينة لان كده كل الذهب اللي فيها هيضيع وهنرجع بيتنا بايدينا فاضية من غير ذهب. ميرفي قالت له ان الذهب ده فخ عمله جاك وعمره ما هيخلينا ناخده ونمشي، عشان كده انا لازم افجر السفينة دي باي طريقة. جاك فهم ان ميرفي مش هتوافق ابدا، وراح ظاهر على شكله الحقيقي المرعب، وده خلانا احنا
احنا نفهم ان جاك قتل دوج هو كمان. جاك قال لها ان شغلها وشغل واحد، زي ما هي بتجمع السفن اللي بتغرق في البحر هو بيجمع الارواح، وقال انه كان انسان عادي وعشان كده ربنا عاقبه بالوظيفه دي، وانه دلوقتي بقى جامع الارواح، وانه محتاج السفينه دي لشغله ومش عايزها تتفجر. جاك عرض على ميرفي فرصه اخيره وقال لها امشي ومش هقتلك بس ما تفجريش السفينه، بس ميرفي ما رضتش توافق. جاك هجم عليها بماسوره حديد ووقعها على الارض ووقعت. اول ما بدا يقرب علشان يقتلها، ميرفي بسرعه البرق ضربت سهم على الريموت بتاع القنابل ونطت في الميه. حصل انفجار ضخم جدا في السفينه، والسفينه بدات تغرق بسبب الانفجار، وميرفي اتحبست تحت السفينه جوه الميه وما كانتش عارفه تخرج وبدات تتخنق. بس فجاه روح كيتي ظهرت لها ومسكت ايد ميرفي علشان توريها طريق الخروج لفوق. ساعتها ميرفي شافت ان كل الارواح اللي جاك كان حابسها اتحررت. ميرفي طلعت على سطح الميه وشافت كل الارواح في السفينه بتتحرر وهي ماشيه ورايحه لعالمها الحقيقي. في الحقيقه كل الارواح دي كانت عبيد عند جاك، بس روح كيتي هي الوحيده اللي ما جاتش تحت سيطرته لان روحها كانت نقيه وطاهره، وده السبب ان جاك ما قدرش يتحكم فيها بشكل كبير، وعشان كده روح كيتي كانت بتساعد ميرفي طول الوقت. ميرفي فضلت عايمه على صندوق لحد ما سفينه تانية وصلت وانقذتها السفينه دي. لما وصلوها للمينا وهي في عربيه الاسعاف شافت ان جاك لسه عايش وكان بينقل الذهب بتاع السفينه لسفينه تانية عشان يفضل يغري ناس تانية اكتر بالذهب ده ويقتلهم ويحبس ارواحهم. وبكده القصه بتنتهي، لكن افلامنا وقصصنا ومسلسلاتنا لسه ما خلصتش. ملاحظاتكم قيمه جدا بالنسبه لي، ولو عايزين تشوفوا قصص وافلام مؤثره زي دي اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناه وفعلوا الجرس علشان القصه اللي بعد كده توصل على شاشه موبايلاتكم على طول. شكرا للجميع.